مساء الخير، كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم. دلوقتي انا موجوده معاكم من قلب العاصمه الاداريه الجديده من عند بوابات العاصمه. طيب انا ليه موجوده النهارده من بوابات العاصمه الاداريه الجديده؟ في سلوجان كده منتشر كتير على السوشيال ميديا، المعاينه قبل التعاقد، وادفع مقدمك احصل على محلك بالمقدم فقط، وعائد، واول قسط بعد الاستلام. طيب السلوجان ده ورائي، فانا حبيت ان انا انزل العاصمه الاداريه دلوقتي عشان اشوف السلوجان ده ايه، واقول لحضراتكم ايه هو المعاينه قبل التعاقد، وايه المشروع اللي دلوقتي حاليا فيه معاينه قبل التعاقد. يلا بينا نشوف مع بعض. زي ما احنا شايفين مع بعض، سلوجان طلع لشركة بيراميدز، سلوجان المعاينة قبل التعاقد لشركة بيراميدز بالعاصمة الإدارية الجديدة، وده مشروع اسمه بيراميدز ميجا سيتي. طيب بما ان احنا بقى ايه المعاينة قبل التعاقد؟ أول حاجة هنروح دلوقتي نشوف مع بعض هل في فعلا معاينة قبل التعاقد، هل فعلا في إنشاءات، هنشوف ده حالا مع بعض. بس قبل ما نروح خلينا نتكلم شوية عن شركة بيراميدز اللي هي أصلا غنية عن التعريف، واحنا عارفين أكتر من مشروع هي بالفعل تم افتتاحه. اول حاجه مشروع جراند سكوير بالحي المالي في العاصمه الاداريه الجديده، تاني مشروع سكاي سيتي في الجلاله، وتالت مشروع هيتسلم الشانزليزيه، وده لسه هيتم تسليمه في نهايه السنه 2023. وباريس بس. طرحت الشركه مشروع اسمه بيراميدز ميجا سيتي 43 مبنى، منهم مشروع اسمه انفينيتي مول تم طرحه وبيعه في شهر 8 او شهر 9 الماضي. دلوقتي نازلين بطرح جديد، هنشوف مع بعض ايه المعاينه قبل التعاقد في الطرح الجديد ده عشان نعرف هو فعلا انا هشتري حاجه هشوفها ولا هشتري حاجه هي مجرد سلوجان على السوشيال ميديا. بس قبل ما ننتقل خليني اكد مع حضراتكم، احنا رقم 1 شركه بيراميدز هي بتسلم مشروعاتها قبل الميعاد، وده طبقا لنسبه الانشاءات اللي بتكون متواجده فيها. ده رقم 1. رقم 2 هي موجوده في الجزء الاول، او المشروع موجود قدام الجزء الاول من النهر الاخضر. رقم 3 بوابات العاصمه الاداريه الجديده، هي بالظبط قدام بوابه العاصمه الاداريه الجديده. رقم 4 ورقم 5 هنشوفهم مع بعض حالا. اللي في ظهري دي الانشاءات الخاصه بالبروجكت. خلينا نتكلم عن البروجكت. هم مولين تجاريين هينزلوا طرح جديد ومفتوحين فيهم حاليا باب الحجز. المولين دول عباره عن ايه؟ هم عباره عن مولات تجاريه فقط، الدور الارضي والاول والثاني والثالث، يعني اول مبنى 3 ادوار، ده اللي هو بيكون دايركت على محور بن زايد الجنوبي. في مبنى تاني بس بيكون سايد شويه، المبنى ده بيكون 6 ادوار مفتوح فيه اخر 3 ادوار من الدور السادس والخامس والرابع. طيب المبنى اللي بالنسبه لي اميز، الاثنين مميزين لان الاثنين فيهم خدمات مختلفه عن المبنى اللي جنبيه. الاثنين فيهم ملاهي مائيه، والاثنين فيهم اكتيفيتي فود كورت كيدز اريا، فيهم خدمات كتير جدا زي اللي احنا شفناها، هنشوفها حالا مع بعض في فيديو.
يبقى احنا كده قلنا رقم 4 المعاينة قبل التعاقد. رقم 5 ايه؟ رقم 5 ان حضرتك بتدفع مقدم، ما بتدفعش حاجة تاني لحد الاستلام، وبتحصل على عائد على المقدم اللي حضرتك دفعته، او هم عندهم 15 نظام سداد، حضرتك ممكن تقدر تختار النظام اللي يناسب حضرتك فيهم. ولو في اي استفسار حضرتك حابب ان انت تحجز او تعرف المساحات والاسعار اللي موجودة في المشروع، تقدر تتواصل معايا على الرقم اللي موجود قدام حضرتك. كنت معاكم امل محمد.